يا ترى لو جالك صداع شديد هتروح تكشف؟ طب لو جالك اكتئاب، قلق، نوبات هلع، هتتصرف بنفس الطريقة ولا لأ؟ في دايما سؤال ناس كتير بتسأله: ايه الأهم، الصحة الجسدية ولا الصحة النفسية؟ بس السؤال الصح مش كده خالص. السؤال الحقيقي: هل الجسم والعقل فعلا منفصلين ولا الاتنين بيأثروا في بعض أكتر مما إحنا متخيلين؟ في الفيديو ده هتشوف معلومات مبنية على دراسات قوية بتوضح إزاي صحتك النفسية ممكن تبان في تحاليلك الجسدية والعكس. وفي آخر الفيديو هقولك 3 خطوات علمية وفعالة تحسن بيهم صحتك النفسية والجسدية كمان. أولا، لما النفسية تتعب الجسم بيتأثر فعلا. الناس ساعات بتقول أنا مضغوط شوية بس جسمي تمام، بس الحقيقة إن الجسم ساعات بيطلع اللي جواه بصور إحنا مش متخيلينها. يعني إيه؟ يعني في دراسات كتير أثبتت إن الضغط النفسي المزمن زي القلق أو الاكتئاب ممكن يظهر في صورة مشاكل جسدية حقيقية، زي ضعف المناعة أو آلام مزمنة أو مشاكل في القلب أو حتى اضطرابات في الهضم. في دراسة مهمة اتنشرت سنة 2018 لقت إن الأشخاص اللي بيعانوا من أعراض اكتئاب لفترات طويلة كان عندهم مستوى CRP عالي، وده مؤشر لالتهاب الجسم. وده معناه إن الحزن مش بس بيأثر على المزاج، ده كمان بيخلي الجسم في حالة التهابية مزمنة، وده مرتبط بمشاكل كتير زي مرض السكر وأمراض القلب. وفي دراسة تانية اتعملت على أكتر من 3000 شخص في أمريكا، لقوا إن اللي عندهم اضطرابات نفسية كانوا أكتر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة زي الضغط والسكر ومشاكل القلب. يعني اللي بنحسه نفسيا مش بيقف في دماغنا وبس، ده ممكن يطلع ويظهر في شكل صداع متكرر أو إرهاق مزمن أو تساقط شعر أو حتى نقص مفاجئ في الوزن أو زيادة مفاجئة في الوزن. وفي كمان علاقة واضحة بين التوتر وضعف المناعة. في دراسة من جامعة كارنيجي ميلون عرضوا مجموعة من الناس لفيروس برد، ولقوا إن اللي كانوا تحت ضغط نفسي عالي كانوا أكتر ناس بيصابوا فعلا بالعدوى. يعني ببساطة لما بنهمل مشاعرنا بنسمح للضغط النفسي إنه يتحول لحاجة محسوسة بنحس بيها في كل خلية في جسمنا. وده ياخدنا للسؤال الأهم: لو النفسية بتأثر كده على الجسد، هل العكس كمان صحيح؟ وهل ممكن التعب الجسدي يكون ليه تأثير نفسي حقيقي؟ تعالوا نشوف ده في النقطة التانية. ثانيا، لما الجسم يتعب النفسية بتتأثر بجد. ناس كتير بتحس إنها مش مرتاحة أو مكتئبة، بس لما نراجع التحاليل أو نتابع الأعراض الجسدية بنلاقي إن المشكلة أصلها عضوي. يعني مثلا نقص فيتامين بي 12 أو فيتامين د ممكن يسبب أعراض نفسية زي القلق أو نوبات الهلع. في دراسة سنة 2020 لقوا إن نقص فيتامين د مرتبط بزيادة معدلات الاكتئاب، خاصة عند الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. وبرضه الناس اللي عندها أمراض مزمنة زي السكر والغدة والقولون بيكونوا أكتر عرضة لمشاكل نفسية. وفي دراسة من مجلة جاما سنة 2016 لقوا إن تقريبا تلت مرضى السكر عندهم أعراض اكتئاب بدرجات مختلفة. طب ليه ده بيحصل؟ لأن الجسم لما يكون تحت ضغط دائم المخ بيتعامل معاه كتهديد، وبيأثر على كيمياء الدماغ خصوصا المواد اللي بتحسن المزاج زي السيروتونين والدوبامين. ومش بس كده، حتى الناس اللي عندهم أرق مزمن بيكونوا عرضة أكبر للاكتئاب بنسبة توصل لأربع أضعاف. يعني ممكن تحاول تحسن نفسيتك بس جسمك بيقولك أنا محتاج علاج أو تنظيم أو متابعة، وساعتها العلاج النفسي مش بيجيب نتيجة لو السبب الجسدي مش متعالج من الأساس. والخلاصة إن الجسم والعقل مش كيانين منفصلين، ولما الجسم بيتعب النفسية بتتأثر، ولما النفسية بتتعب الجسم بيدفع الثمن. أنا ليه بقول الكلام ده دلوقتي؟ علشان بشوف ناس كتير بتتعب ومش عارفة تبدأ منين. فلو حسيت إنك تايه ما بين تعب جسمك ونفسيتك، ابدأ باللي في إيدك دلوقتي حتى لو كانت حاجة بسيطة. ثالثا، المجتمع بيخلي الصحة الجسدية أوضح. اللي حوالينا بيشوفوا بسهولة لما يكون عندك مشكلة جسدية، لكن مش دايما بيفهموا أو بيعترفوا بالمشكلة النفسية. يعني لو رجلك مكسورة الناس هتتعاطف معاك فورا، لكن لو قلت أنا حاسس بخنقة كده وإن أنا متضايق شوية، ممكن تسمع عديها أو صلي وهتبقى كويس. وطبعا الصلاة والدعم الروحي مهمين جدا، بس ساعات بيكون في مشكلة حقيقية جوه النفس ومحتاجة تدخل طبي زي ما بنعالج الجسم. وفي دراسة اتعملت سنة 2015 لقوا إن أكتر من 70% من الناس اللي بيعانوا من مشاكل نفسية بيترددوا إنهم يطلبوا المساعدة
بسبب نظرة المجتمع، وده بيخليهم يتأخروا في العلاج والمشكلة بتزيد تعقيد. للأسف المجتمع فاهم الصحة الجسدية بلغة الأرقام فقط. وزنك زايد يبقى لازم تنزله، عندك سكر يبقى لازم تظبط تحليل السكر التراكمي. لكن صحتك النفسية مفيش تحليل دم يقولك درجة الاكتئاب كام، فبتضطر انك تقنع الناس انك فعلا تعبان، وساعات حتى تحاول انك تقنع نفسك. وده بيخلي الشخص انه يحس بالذنب فوق تعبه، كأنه بيتدلع او مش قوي كفاية. علشان كده لازم نبدأ نغير المفهوم ده. الصحة مش بس تحليل وسونار، الصحة كمان راحة بال، نوم منتظم، ودماغ مش بتجلد نفسها طول الوقت. طيب نعمل ايه عشان نرجع التوازن؟ تعال اقولك خطوات عملية بسيطة. واحد، اسأل نفسك هل أنا باخد بالي من نفسي فعلا ولا لأ؟ مش بس باكل كويس أو بتمرن أو بنام كويس، لأ، هل أنا بدي وقت لراحتي النفسية؟ بكلم حد وقت الضغط ولا لأ؟ لأن الجهد والضغط النفسي اللي ما بيطلعش من جوه بيطلع على شكل تعب في الجسم. اتنين، مارس رياضة حتى لو خفيفة، مش لازم تبقى في الجيم كل يوم. وفي دراسة اتعملت في جامعة هارفارد لقوا إن الناس اللي بتمرنوا 3 مرات في الأسبوع القلق والاكتئاب عندهم قل بنسبة كبيرة. تلاتة، قلل من جلد الذات. ناس كتير بتتعامل مع نفسها بقسوة، كل ما يغلطوا يسمعوا صوت داخلي أنا فاشل مش هتغير أبدا، الصوت ده لازم نقف له. أربعة، المتابعة الطبية مش رفاهية ومش عيب. ما تستناش لما تقع، تابع ضغطك وسكرك ونفسيتك، ولو حسيت انك مضغوط اكتر من الطبيعي استشارة من متخصص مش ضعف، ده وعي. خمسة، ابعد نفسك عن المقارنة بالناس. السوشيال ميديا خلتنا نحس ان الكل مبسوط، وانك لو مش منتج وفرحان يبقى فيك حاجة غلط، وده مش حقيقي. في دراسة من جامعة بنسلفانيا لقوا ان تقليل استخدام انستجرام لنص ساعة في اليوم قلل الاكتئاب والوحدة بشكل ملحوظ. ستة، خلي عندك عادة يومية بسيطة تريحك. مش لازم تبقى تأمل أو كتابة أو أي حاجة بتخليك تحس إنك حاضر في نفس اللحظة. حتى لو مثلا كوباية شاي بالنعناع من غير موبايل ممكن يكون لحظة شفاء. وفي النهاية في ناس بتختزل الإنسان في أرقام التحاليل، وناس تانية بتختزله في حالته النفسية. بس الحقيقة إنك مش نصين منفصلين، أنت كلك على بعضك نظام واحد. وكل ما تهتم بنفسك من جوه جسمك هيتجاوب، وكل ما ترعى جسمك نفسيتك هتهدى. مش مطلوب منك تكون مثالي ولا تكون دايما قوي، لكن تكون واعي، واعي بإشارات جسمك، بإحساسك، وتأثير الناس والمواقف عليك. ولو عايز تبدأ بخطوة واحدة بس النهاردة، اسأل نفسك قبل ما تنام هل أنا كويس بجد؟ واسمع الإجابة من غير ما تحكم على نفسك، لأن مجرد إنك بتسأل نفسك ده معناه إنك ماشي في السكة الصح.